بتشهد مصر حدث تاريخي كل عام في هذا التوقيت، وهو إقامة معرض الكتاب. وتقرر إقامة معرض الكتاب رقم 54 في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة في الفترة من 26 يناير وحتى 6 فبراير. حددت اللجنة العليا لمعرض الكتاب الشاعر صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض، وإن تكون المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف للمعرض في الدورة رقم 54. وتقرر طباعة الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر صلاح جاهين، وهي 6 دواوين في مجلد واحد، بالإضافة إلى الأعمال النثرية في كتب مفردة. وبما إني كنت متواجدة في القاهرة، قررت أزور معرض الكتاب لأول مرة في حياتي، إن شاء الله ما تكونش آخر مرة. وتيسيرا على أي حد عايز يزور معرض الكتاب، قدمت محافظة القاهرة استعدادات قصوى لإقامة معرض القاهرة للكتاب، وتم تجهيز 58 أتوبيس من النقل العام، وده لتغطية أحياء القاهرة المختلفة، واللي بتتمثل في 7 خطوط، مع وضع ملصق مكتوب عليه خدمة معرض الكتاب. ممكن تحجز تذكرتك أونلاين لو مش عايز تقف في الطابور، بس ده يكون قبلها بيوم مثلا علشان تضمن إن التذكرة تتبعتلك، وسعر التذكرة 5 جنيه. حاولت أحجز أونلاين لكن اكتشفت إني هستنى كتير لأن كنت هحجز في نفس اليوم، فوقفنا في طابور طويل علشان نحجز التذكرة، وبعدين اكتشفنا إن في شباك تاني، وأخيرا حجزنا ودخلنا المكان. هتلاقي هناك شباب متطوعين بتتراوح أعمارهم بين 16 ل 25 سنة، بيشاركوا في تنظيم الفعاليات وهيساعدوك في أي حاجة تحتاجها، والناس هناك متعاونين جدا. ومفاجأة العام ده هي معرض للكتاب مخصص للأطفال لأول مرة، ويكون شخصية المعرض للطفل هو اسم الكاتب كامل كيلاني، وهو أحد رواد أدب الطفل في مصر والعالم العربي. بالإضافة لتخصيص جناح داخل المعرض بيضم دور النشر الصغيرة التي لا تملك عدد إصدارات تناسب مشاركتها في معرض الكتاب، لكن يشترط أن تكون دار النشر المشاركة في المعرض أحد أعضاء اتحاد الناشرين المصريين. وفي جوائز هتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال إقامة المعرض للحصول على جائزة أفضل كتاب، الترجمة، ترجمة الطفل، الموسيقى، أفضل ناشر مصري، وأفضل ناشر عربي. نصيحتي ليك لو أول مرة تروح معرض الكتاب، لو في كتاب معين أو رواية معينة عايز تشتريها، لازم تكون عارف رقم القاعة ورقم الجناح، أو على الأقل تكون عارف دار النشر علشان تلاقي الكتاب اللي انت عايزه بسهولة. وده كان أول كتاب اشتريته. بيقام بالمعرض ندوات ثقافية وعروض سينما ومسرح ومعارض تشكيلية وعروض موسيقية. المكان أكثر من رائع ويستحق التجربة، وممكن تاخد معاك مية ووجبات خفيفة وسناكس وتستمتع بالجو هناك، وكمان في ألعاب. بالليل بقى الجو كان برد وكان هوا، بس كان تحفة، بس كان لازم نروح لأن المسافة بعيدة شوية. وبس كده.